في سوريا موضوع القضية الفلسطينية موجود باللاوعي، يعني نحن لا نفكر فيها كقضية بحكم العلاقة التاريخية، بحكم أننا أبناء منطقة واحدة وتقاليد واحدة. وأعتقد بأن جزء من الدول العربية الأخرى نفس الوضع بالنسبة للحالة الشعبية، طبعا لا أتحدث عن الحالة الرسمية. لكن في العالم الوضع ليس كذلك بعد اتفاقية أوسلو. اعتقد معظم الناس أن القضية الفلسطينية انتهت وحلت، والصراعات الموجودة أو الخلافات الموجودة هي خلافات طبيعية بعد صراع طويل لعقود، فلا بد أن يبقى هناك يعني خلافات وبعض الصراعات. لكن ما حصل في فلسطين خلال الأعوام الماضية ليس فقط في غزة ولكن توج في غزة هو أن هذه القضية استعادت مكانتها الدولية، مكانة ما قبل أوسلو وما قبل عملية السلام. فلم تعد هذه القضية اليوم هي قضية جيش نظامي محترم إنساني كالجيش الصهيوني يقاتل مجموعات متطرفة أو متعصبة أو إرهابية أو كارهة للسلام. عادت القضية إلى جوهرها، وهو محتل يقاتل صاحب الأرض، معتدي يقاتل معتدى عليه. هذا هو جوهر القضية. عندما غاب هذا الجوهر عالميا غابت القضية أو ماتت عالميا. اليوم تم إحياء هذه القضية، والصهاينة اعتقدوا بأن يعني سياستهم دائما بأن تقادم القضايا سيؤدي لظهور أجيال تنسى القضية، يعني كأي بضاعة مع الوقت تفسد. لماذا يفكرون بهذه الطريقة؟ لأنهم ليسوا شعب، ومن هو ليس شعب لا يمكن أن يكون لديه قضية، وبالتالي لا يمكن أن يفهم ماذا يعني أن تموت أو لا تموت القضية. هذا شيء طبيعي. لم يكن يتوقع الصهيوني أن القضايا تختمر مع الوقت بالتقادم، وليس العكس، تختمر، تنضج، تشتعل أكثر، وتنتج الأشد من المقاومة والأصلب من الصمود. الشعب الفلسطيني بالطريقة التي حمل بها قضيته عبر أجيال، ربما نحن الآن في الجيل الرابع ربما أو أكثر، في غزة وفي الضفة وفي أراضي 48، أثبتت بأنه شعب أصيل. هذا كافي. حمل القضية يثبت بأن هناك شعب، ولو تخلى عن قضيته لأثبت للعالم بأنه مثل اليهود أو ما يسمون أنفسهم بشعب إسرائيل التاريخي. ولأنه أثبت بأنه شعب أصيل، أثبت لأن الشعب الإسرائيلي وهم ونسف مقولة شعب بلا أرض لأرض بلا شعب، بالرغم من أن هذه القضية يعني واضحة مثبتة أنها يعني كذب. ماذا يعني أن الشعب الفلسطيني تنجح في التمسك بقضيته؟ الدرس الأهم أن القضايا هي التي تحمي الشعوب وهي التي تحمي الأوطان. لذلك عمل الغرب في الدعاية على أن المجتمع الجديد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي هو مجتمع من دون عقائد، مجتمع لا يحمل قضايا، مجتمع لا يحمل إيديولوجيا، لا يحمل سوى الأفكار المادية، القضايا السريعة مثل الطعام السريع، أكل غير صحي، أفكار سريعة مادية تؤدي للسيطرة على هذه الشعوب. الذي يحمينا من الرؤية القصيرة هو فكرة القضايا. لذلك الدبلوماسية من دون قضية تديرها هي كالتكتيك من دون استراتيجية، وهي كالمناورة بس من دونها. ما يحمي المواقف السورية هي المبادئ وهي الثوابت، والثوابت تنطلق من القضايا. فعندما يكون لدينا قضايا يكون لدينا ثوابت، وعندما يكون لدينا ثوابت يكون لدينا دبلوماسية تخضع لهذه الثوابت. من الممكن أن نخطئ في التكتيك بشكل مستمر، ولكن يفترض أن لا نخطئ في القضايا المبدئية.